السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يتمسك المدرب البرتغالي لويس كاسترو بتواجد جميع الأجانب الحاليين، ولم يطلب من الإدارة الاستغناء عن أي لاعب في الفترة المقبلة مقابل ضم الإسباني تياجو الكانتارا. حرصت إدارة نادي النصر على تأمين حجوزات طيران للاعبي الفريق الأول لكرة القدم فور انتهاء مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية، على أن يكون وصولهم يوم الخميس القادم، ولكن حجز اللاعب سياكو فوفانا تعتبر الأصعب نظراً لسير عودته، وهنالك شكوك حول لحاقه بتدريبات الفريق يوم الجمعة. تشير التقارير الأخيرة إلى أن لجنة الانضباط والأخلاق ستعلن بشكل رسمي رفض استئناف النصر ضد العقوبة واعتمادها بشكل رسمي. فاز البرازيلي أندرسون تاليسكا بجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا، متفوقاً على مواطنه نيمار دا سيلفا، حيث حصل نجم النصر على 85% من التصويت، بينما حصل محترف الهلال على 13% فقط.